كابتن كريم، وانت خطفتني فعلا يعني. بقول لك طبعا مبروك، وسعادتي ان حضرتك يعني طبعا كنا بنتمنى التوفيق لجميع المرشحين، ولكن سعادتي ان حضرتك اول رئيس لاتحاد الكوره من الصعيد. ده كرم ربنا، وان شاء الله كده يعني. انا صح مرشح سعيد، بس يعني انا قلت قبل كده ان احنا مرشحين للانديه المظالم، وربنا يقدرنا لكل الاقاليم ان شاء الله. ان شاء الله. طب تسمح لي يا استاذ جمال قبل ما نتكلم ونفتح حوارنا بقى عن اتحاد الكوره وطموحاتك يعني اعضاء مجلس الاداره اللي النهارده ربنا وفقهم واصبحوا اعضاء مجلس اداره في اتحاد الكوره، هقول بس الارقام والاسماء بالظبط للناس اللي نجحت النهارده. وكان في يعني قائمه المهندس هاني ابو ريده كلها نجحت النهارده ما عدا دكتور كرم كردي، ودي مفاجاه، واللي دخل مكانه الكابتن خالد لطيف. لكن نقول كل حاجه بالارقام. في رئاسه اتحاد الكوره الاستاذ جمال علام 110 صوت، الكابتن حسن فريد هو اعلى الاصوات في اعضاء مجلس الاداره او الانتخابات على العضويه، كان 143 صوت. في المركز الثاني الحاج محمود الشامي 138 صوت. الاستاذ احمد مجاهد في المركز الثالث في عضويه مجلس الاداره 136 صوت. الاستاذ ايهاب لهيطه المركز الرابع 124 صوت. الكابتن حماده المصري 116 صوت. الكابتن عصام عبد الفتاح 113 صوت. الاستاذ سيف زاهر 110 صوت. الاستاذ مجدي المتناوي 101 صوت. واخيرا الكابتن خالد لطيف 98 صوت في المركز التاسع. و خروج الدكتور كرم كردي، ودي مفاجاه من قائمه المهندس هاني ابو ريده، او القائمه اللي كانت بيرقصها المهندس هاني ابو ريده قبل ما يعني يستبعد من انتخابات اتحاد الكوره. على مقعد النساء الدكتوره سحر الهواري باكتساح 127 صوت. دول اعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره، والاستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكوره. استاذ جمال، اول حاجه عايز تعملها ايه؟ اول حاجه احنا كلمت انا قبل كده ان انا قبل الانتخابات، فقلت ان احنا ان شاء الله عايزين يعني ان احنا نلم الشمل بتاع الرياضيين كلهم على المستوى الرياضي، سواء مدربين سواء رياضيين سواء اعلاميين سواء صحفيين، كل عناصر اللعبه بما فيهم الجمهور ان شاء الله. ان احنا نقعد نقول احنا فين. احنا اصبحنا دلوقتي بعيد خالص من الكره المصريه اللي كانت ايام زمان اللي احنا كنا بنتكلم فيها وبنتغنى عليها يعني. فالنهارده اصبحت الكره المصريه في مسار بعيد خالص، سواء افريقيا او عالميا. ده بسبب ان احنا التناحر الكتير، سواء من المدربين او الجمهور او التنافس الجماهيري قصدي، او كل حاجه في عناصر اللعبه، زائد التخوين اللي موجود في الصحافه والرياضه. لو ان يعني كل ده عايزين نلمه، اعلام سواء لاعلام، لان ده كله في مصلحه الكره المصريه في الاخر. فان شاء الله باذن الله دي اول حاجه. يعني عايز تعمل جلسه كده تدعو الجميع للهدوء بالظبط، والعمل لمصلحه الكره المصريه. بالظبط. ويسيبوا بقى المجموعه اللي داخله، وجمع مجموعه الحمد لله كلها ناس محترمين كلهم، وكل المرشحين برضو بكن ليهم كل الاحترام لانهم كلهم محترمين. بس الجمعيه العموميه الحمد لله يعني قدرت تقول كلمتها وتنجح المجموعه اللي هي متناسقه مع بعضها. اثق فيهم ان شاء الله باذن الله، وعارف ان هم جايين اساسا عشان يخدموا الرياضه المصريه. فان شاء الله باذن الله نبقى تيم ورك واحد، ونقدر البرنامج المحطوط لازم ننفذه ان شاء الله. طيب استاذ جمال، عندك يعني اختبار صعب جدا في بدايه توليك لرئاستك لاتحاد الكره المصري، وهو عوده الدوري الممتاز. كان محدد ان الدوري الممتاز يبدا يوم 17 اكتوبر. النهارده كام؟ 11. النهارده 11، يعني بعد 6 ايام، مفروض يوم الاربع القادم. وده اختبار صعب لحضرتك. النهارده الالتراس في مظاهره محتاجين على عوده الدوري الممتاز، وبيطالبوا ان الدوري الممتاز يتاجل لغايه حكم المحكمه في قضيه بورسعيد. يعني برضو الدوري العام هو متنفس لعيبه الكوره والمدربين في جميع الاقسام، مش في الدوري الممتاز بس. هتعمل ايه في القصه دي؟ اولا هو بالنسبه لعوده الدوري ده قرار اتاخد من الدوله، فمفروض ان الجميع كله يلتزم بيه عشان خاطر برضه الوضع بتاع الدوله والهيبه بتاعت الكيان بتاع الدوله. انا واثق ان شاء الله باذن الله كل الجماهير الموجوده سواء على الجروبات الموجوده في كل الانديه اكيد 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 ان هم عايزين
يرفعوا شأن مصر وشأن الكرة المصرية، ويحسسوا برضو البلد بره في امان. هم ليهم مطالب معينة، المطلب المعين هم خاص بشهداء، فان شاء الله باذن الله احنا الموضوع ده موضوع موجود في القضاء. القضاء ان شاء الله بيقول كلمته، سواء النهارده او بكره او بعد، بس دي بتاخد وقت اللي هو المحدد بتاع القضاء. فان شاء الله باذن الله يتقال كلمتهم، بس هم مستعجلين قوي يعني الحكم حتى لو طلع مستعجل مين هيطلع مستعجل؟ الجماهير. الالتراس والجماهير. فلو طلع برضه حتى الحكم هيطلع يعني انا شايفه انه هيبقى سريع، ممكن يبقى حكم يعني المدان فيه الحقيقي ممكن ما يظهرش. فلازم العداله لا بس اكيد المحكمه والقضاء مش هيدي حكم غير لما يكون وقتها متاكد المحكمه سواء عقوبه او براءه. يعني ما نقدرش النهارده نستعجلهم عشان خاطر ياخدوا قرار بسرعه عشان خاطر ينفذوه. لازم ياخدوا فرصتهم القضاء، ولازم يبقى واحنا واثقين فيهم كمان. يعني بالنسبه لازم كمان والالتراس اساسا برضه واثق في القضاء. هو بس مستعجل لان ليه اخوه اللي جنبه جاره وزميله صاحبه، حس ان هو يعني مش موجود معاه، فعايز ان هو يعني يقول ان احنا لما نشوف ليهم القصاص بتاعهم نبتدي نطلع. لا انا بقول لهم يعني يا ريت يحطوا ايديهم مع ايدين اتحاد الكوره، وتقام المباراة الدولي ان شاء الله في موعدها وبدون جمهور برضو في البدايه، لغايه ما يطلع في القصاص اللي هم ان شاء الله يكون مريحهم نفسيا. يعني الدوري هيبدا يوم 17 اللي جاي ان شاء الله باذن الله. ده كلام من حضرتك كرئيس لاتحاد الكوره بقى، خلي بالك دي اول تصريحاتك وهتتاخد دلوقتي على المواقع الرياضيه وفي يعني في بياخدوا الكلام ده ان حضرتك على لسان الاستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكوره الدوري فيه موعده يوم 17 اكتوبر القادم ان شاء الله باذن الله، بتعاون كل الجهات الموجوده كمان ان شاء الله. ايه رايك في بما فيهم الالتراس كمان اكيد ان شاء الله هتقعد معاهم وتتكلم لازم نقعد معاهم. انا طالب، انا قلت فاتح ايديا ليهم يجوا نتحاور معاهم ونشوف هم اصل طلباتهم طلبات مطلوبه هي كلها قضاء، يعني مش مطلوبه فيها حاجات تاني. انا قلت ان احنا نقعد مع اسر الشهداء ونشوف ندعمهم ازاي معنويا مش ماديا. المعنوي يعني الا اذا كانت هتسبقني اي جهه تاني، فانا شايف وزاره الرياضه برضو اجتمعت مع بعض اسر الشهداء، وان شاء الله في طريق برضو ان هو يريحوهم بالطريقه المعنويه اللي هم محتاجينها ان شاء الله. طيب يعني النهارده المجموعه اللي نجحت كلهم طبعا ناس محترمين، ناس افاضل، كابتن حسن فريد، حاج محمود الشامي، الكابتن احمد مجاهد، الاستاذ ايهاب لهيطه، كابتن حمد المصري، كابتن حسام فتاح، الاستاذ سيف زاهر، الاستاذ مجدي المتناوي، كابتن خالد لطيف، دكتوره سحر الهواري. ايه تعليقك على المجموعه دي؟ والجمعيه العموميه هي اللي جابت الاعضاء دول عشان يكونوا موجودين في اتحاد الكره الفتره اللي جايه. هي المجموعه دي مجموعه كلها متناسقه مع بعضهم، يعني باستثناء طبعا مع احترامي للكابتن خالد لطيف، هو ما كانش مع المجموعه، كان الدكتور كرم كردي، فكانوا كلهم مجموعه متحده متفقه مع بعض في كل شيء. الجمعيه العموميه ثقتها فيهم هي اللي وصل المجموعه لمجلس الاداره. فانا شايف ان هم ان شاء الله باذن الله هيأدوا اللي هم مطلوب منهم، والبرنامج اللي كانوا معمول بتاعهم وان شاء الله وزياده كمان باذن الله. يعني شايف ان هم مجموعه كلهم واحده متناسقه، وخالد لطيف هو الوحيد اللي من خارج القايمه او المجموعه، لكن هيحصل اندماج وانسجام مفيش مشكله. طبعا الكابتن خالد اصلي اساسا كمان شخصيه ظريفه جدا وحبوبه، وان شاء الله باذن الله يعني نقدر نوصل معاه في كل حاجه، وهو لازم ينساق مع المجموعه ان شاء الله. طيب سالت النهارده بعض الاعلاميين ويمكن اسلام صادق رئيس التحرير ومجموعه كبيره ايه اسباب عدم توفيق او سقوط الدكتور كرم كردي؟ قالوا لي ان هم يعني كان في خلافات شديده جدا مع الكابتن حازم الهواري عضو مجلس اداره اتحاد الكره السابق، وان الكابتن حازم يعني ليه علاقات قويه جدا بالجمعيه العموميه، واسباب الخلاف ده هو اللي ادى لسقوط الدكتور كرم كردي النهارده وخروجه من عضويه مجلس اداره اتحاد الكره، او عدم فوزه بعضويه مجلس اداره اتحاد الكره. لا انا ما افتكرش الكلام ده حاصل، يعني لان الكابتن حازم الهواري والكابتن كرم كردي على علاقه كويسه وبيكونوا لبعض كل الاحترام. يعني انا شفت الموضوع ده امبارح، يعني فالناس كلهم كنا محترمين جدا مع بعض وبيعزوا بعض. لا ما حصلش. هو ممكن يكون في حاجه خطا غلطت حصل جوه يعني التصويت، اثرت يعني صوت او صوتين فرقت. يعني شايف ان في خطا مش يعني مش قصه علاقات بالجمعيه العموميه، مش قصه تظبيط تربيطات الكلام ده. لا
اصل الدكتور كرم برضه وزنه تقيل، يعني المفروض من خلال القايمه طبعا يعني برضه عدم نجاحه دي علامه استفهام كبيره جدا. الكابتن الدكتور كرم كردي ده يعني رمز كبير برضه زي ما انت قلت حضرتك. وفعلا ان هي احنا خسرناه في المجموعه، يعني من الناس اللي هي العظيمه ان شاء الله. معاك ناس تقال في مجلس الاداره، استاذ جمال، كابتن حسن فريد، الحاج محمود الشامي، الاستاذ احمد مجاهد، دول اعضاء يعني اقدر اقول تقال ليهم وزن في الجمعيه العموميه. كابتن حسن فريد رئيس نادي الترسانه وشخصيه محترمه. هل هيتم الانتخاب داخل مجلس الاداره على النائب؟ واعتقد ان هو الاقرب الكابتن حسن فريد هو اللي هيكون نائب رئيس اتحاد الكوره. هو احنا لغايه دلوقتي ما اتطرقناش الموضوع ده يعني، بس انما في معروض على الترابيزه اللي هو هيترشح فيه وان شاء الله يعني ما حصلش اتفاق لا 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 خالص لا لا قبل الانتخابات؟ لا لا لا. اللي كان متوقع ان الاستاذ جمال علام هينجح بالمجموعه دي. والله هو انا يعني بخلاف الصعيد ومجموعه الصعيد، انا لقيت الناس دي دعمهم يعني اسماء وشخصيات كبيره جدا، واسمائهم رنانه وتصريحات. اجاباتك كلها دبلوماسيه يا استاذ جمال، خلي بالك الامور داخل الاتحاد هتبقى صعبه. لا والله ومؤثره، هو طريقتي دي ومؤثره فعلا، هتاثر على الجمعيه العموميه، لان الجمعيه العموميه بتحبهم حب غير عادي. يعني كان لي شرف ان انا فعلا انضم معاهم في المجموعه. لكن موضوع النائب بس يعني انا معلوماتي ان كابتن حسن فريد هو نائب رئيس اتحاد الكوره. كل المجموعه، لا انا بكلمك جد بامانه والله، ما تناقشناش في الموضوع ده، وكل المجموعه كلهم يصلحوا في اي منصب يعني. طيب كابتن الاستاذ جمال علام زي ما قلنا اول رئيس اتحاد الكوره من الصعيد، هتعمل ايه للصعيد الفتره اللي جايه؟ وانت حضرتك كنت رئيس منطقه الاقصر ورئيس نادي الاقصر، وعندك كان مشاكل كتير جدا في قطاع الصعيد. هو الصعيد احنا لما جينا اتكلمنا قلنا ان الصعيد ده مهمل في كل شيء. يعني حتى لما جيت اترشحت فبتعتبر ان الصعيد ده يعني ايه درجه ثالثه. لا احنا عندنا كفاءات كويسه جدا، وتقدر تدير وتقدر تشوف المشاكل وتحلها ان شاء الله. بالنسبه للانديه اللي هي بتاعت الصعيد دي فيها يعني حاجات كتيره جدا يا كابتن كريم، انت راجل لعبت كوره وعارف الكوره. لو دخلت في الصعيد، مش الصعيد بس كمان، لا الصعيد وفي سينا وفي مطروح وفي اقاليم تاني، تروح تشوف ملاعب مختلفه جدا. يعني حاجه انا رحت لعبت في سوهاج ولعبت في قنا ولعبت في المدينه المنوره ولعبت في ملعب الاقصر في ده انت عارف اللي انت ذكرته ده ملاعب كويسه. ها دي اللي انت ذكرته ده ملاعب كويسه، يعني في ملاعب اسوأ من كده، في ملاعب مش كويسه. في ملاعب ترابيه يعني تتلعب عليها ماتشات في قسم ثالث. في ملاعب القسم الرابع اللي هو اساس بدايه اللاعب، لا مفيش خالص، مفيش امكانيات. الناشئين نفسهم بيتعبوا برضه يعني. فانت تلاقي لا في بنيه تحتيه، في البرنامج برضه محطوط فيه بنيه تحتيه محطوط، فان شاء الله برضه هنحاول نشوفه وندرسه بالنسبه للبنيه التحتيه الموجوده مع وزاره الرياضه والمحافظات. يعني تحاول تحسن البنيه التحتيه اللي هي الملاعب والتجهيزات اللي يكون للفرق كلها او الانديه او مراكز الشباب عندها ملاعب كويسه عشان تحسن مستوى كرة القدم في الصعيد، في قطاع الصعيد. طيب النهارده الجمعيه العموميه اثناء انعقادها عشان الانتخابات قررت الغاء لجنه الطعون اللي هي كانت اللجنه اللي كانت موجوده، واللي استبعدت بعض المرشحين، ومنهم طبعا مرشحين مهمين زي المهندس هاني ابو ريده، وكان اللواء محمد عبد السلام، ولكن اللواء محمد عبد السلام رجع بحكم قضائي وتم استبعاده تاني من خلال وزاره الرياضه واتحاد الكره. هو ده في البدايه كان في الجمعيه العموميه، احنا ما كناش معاهم يعني، كنا احنا سمعنا ان هم خدوا القرار ده، هم اللي عينوا لجنه الطاعون الاول، وهم اللي لغوا لجنه الطاعون، وده حق اصيل للجمعيه العموميه يعني. ف ما عرفتش لغايه دلوقتي هل هم اوكلوا المجلس الاداره بتعيين لجنه الطاعون ولا برضه هم لا خدوا قرار ان قال لك ما يبقاش في لجنه اسمها لجنه الطاعون داخل لا بس انا اعرف ان هم خدوا لغوها، بس متهيألي هيعقدوا جمعيه عموميه ثاني يوم 15/11 او حاجه 15/11 هيناقشوا فيها بعد بنود كتيره منها. بس لازم يكون في لجنه طاعون عشان لازم يعني يتم اعاده تشكيلها ولا يتم الغائها نهائيا؟ يعني هي لو كانت هتبقى حق اصيل منهم هم يعني الجمعيه العموميه. الجمعيه العموميه هي صاحبه القرار في كل شيء، مش اتحاد الكوره. واتحاد الكوره هو بعد ما حضرتك نجحت ومجلس الاداره انتوا اللي بتشكلوا اللجان داخل اتحاد الكوره. لو هم اوكلوا مجلس الاداره بتعيينها، لكن هم لو هم هيعينوها لا هم حق اصيل ليهم هم يعينوا.
تعيين من خلال الجمعيه العموميه عشان ما يعترضوش عليه بعد كده. طيب البعض اعترض النهارده على نتيجه الانتخابات من بعض المرشحين اللي لم يوفقوا، وقال لك هنعمل دعوه لبطلان انتخابات اتحاد الكره ونطعن على صحه النتيجه النهارده او على نتيجه الانتخابات ولا على نتيجه الاجراءات. والله هتبقى على كله بقى اكيد الاجراءات قبل يعني هو في حاجات قانونيه طبعا، سواء النتيجه سواء الاجراءات سواء بعض المرشحين تم استبعادهم. كان معايا كمان الاستاذ عمر هريدي امبارح على التليفون، المحامي الخاص باللواء محمد عبد السلام، وقال لي يعني في 3 4 اسباب ممكن لو حد رفع دعوه عشان يبطل انتخابات يبطلها. طيب هو دي بقى النقطة، يعني ايه تلاقيها مشكلة في اللائحة في اللوائح. يعني انا مش عارف، في حاجات كتيرة مفتوحة في الاتحاد. يعني لائحة اتحاد الكرة دي المفروض متحددة من الجمعية العمومية ومعمولة ومعتمدة، اذا كان فيها ثغرات طب ما كان الجمعية العمومية تصلحها. لا احنا برضو لو فيها ثغرات احنا في البرنامج بتاعنا هنفتحها برضو قدام مجلس الجمعية العمومية وياخدوا قرارات فيها ويعدلوا كل حاجة. لكن ان هو يطعنوا على اجراءات، طب ما الاجراءات كانت واضحه وشفافه وقدام الناس كلها. والانتخابات النهارده كان حتى الفرز علني قدام كل حاجه. يعني فانا مش عارف، يعني ربنا يكرمه. يعني ما عندكش تعليق ايه بقى؟ لا تعليق. لا تعليق ولا محاوله من اتحاد الكره الحالي بقى بعد النجاح الحفاظ على الكيان الحالي؟ لا لو معاهم حق خلاص مش مشكله من خلال القضاء. هل هتحتفظ بالهيكله الوظيفيه او الهيكله الاداريه اللي موجوده في اتحاد الكره حاليا، ولا هتبدا تغير وتعمل هيكله جديده وتعين موظفين جداد؟ وطبعا الاستاذ عامر حسين كان ماسك الفتره اللي فاتت المدير التنفيذي لاتحاد الكره، هل هيستمر ولا هتغير وتعمل حاجه بقى جديده للاتحاد الجديد يا استاذ جمال؟ هو احنا لسه ما عدناش كمجموعه الاول بالنسبه للهيكله، لكن مجلس الاداره فيك يعني في حاجات كتيره برضه في الاتحاد. يعني اذا كان في الموظفين كتيره او موظفين رواتبهم، او النهارده كانوا حتى الجمعيه العموميه بتناقشوا الرواتب بتاعه المدير التنفيذي والمدير الفني. ناقشت الحاجات دي. مدير فني للمنتخب ولا للاتحاد؟ للاتحاد. المدير الفني للاتحاد مش للمنتخب. لا للاتحاد. فالنهارده كل الحاجات دي هنشوفها بعد ما نخش جوه. لا يعني ساعة ما نحط ايدينا على كل حاجة هنشوفها. اللي محتاجة تعديل هنعدله، واللي محتاجة اصلاح هنصلحه على طول. بس اكيد حضرتك وانت بترشح نفسك كرئيس اكيد عندك افكار عايز تعملها. حضرتك دايما دلوقتي بتقولي انا سايب كل حاجة للجمعية العمومية وسايب كل حاجة للاعضاء او للاتحاد. لا الجمعية العمومية دي ليها حاجات معينة ما حدش بيقدر يجي ناحيتها. يعني ليها حاجات هي حق اصيل ليها. لكن هم خلاص سابوا اداره الاتحاد والكوره واللعبه كلها للمجلس اللي تم انتخابه. خلاص دي بتاعتنا احنا. لكن في حاجه وبرضه الجزء بتاع التعيينات والجزء بتاع المرتبات والموظفين وكل اللي موجود جوه دي بتاعتنا احنا برضه، مش بتاعت الجمعيه العموميه بالظبط. لكن بقول لحضرتك ان احنا لما نحط ايدينا جوه انا يعني يمكن يعني ما عندكش حاجه لسه فكره مثلا شايف ان في حته معينه في الاتحاد وانت بره قبل ما تترشح او قبل ما تنجح شايف الحته دي ضعيفه فعايز تغير، ولا انت مستني تقعدوا على الترابيزه وتبداوا تتفقوا كاعضاء مجلس اداره؟ لا هو في حاجات هناخد فيها موقف وهاخد فيها موقف ان شاء الله، بس برضو لغايه اما انا اشوفها. يعني النهارده ايه، يعني النهارده لو قالوا الكابتن كريم في كذا 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 انا هشوفه الاول. بعد ما اشوف الكابتن كريم اكيد هقيمه ان كان صح او خطا. وبعد كده يعني برضو انا لما بقول لحضرتك ان المجموعه اللي معايا، لا انا واثق في المجموعه اللي معايا، رايهم كلهم ان شاء الله باذن الله سديد، وعارفهم كلهم مجموعه حلوه قوي، برضو هتبقى معايا في كل قرار انا واخده. طب قول لي احساسك الداخلي ايه بعد ما نجحت وبقيت رئيس اتحاد الكوره؟ احساسي اولا يعني حاسس اني يعني مش هقول لك ان هي كانت بدايه حلم وتحقق. الدفعه اللي انا خدتها من اعضاء الجمعيه العموميه، سواء من اعضاء الجمعيه العموميه او سواء زي ما قالوا دفعات من كابتن هاني ابو ريده والمجموعه، انا بصراحه يعني انا بشكرهم على الهوا يعني اولا. زائد يعني المهندس هاني ابو ريده بتشكره على الهوا اللي هو كان ليه دعم كبير جدا لحضرتك. لا مجموعته كلها وان كان هو وراهم برضه يعني أكيد. فان شاء الله لان هو كان يهمه كل الاعضاء بتاع مجموعته تنجح. فانا بشكره برضه على الهوا. انا ما اتعاملتش معاه كتير لكن ان شاء الله هنتعامل معاه. هو هيكون عضو مجلس اداره معين من خلال طبعا اللي هو منصبه في الاتحاد الدولي بالظبط، ولازم خبرته كمان احنا محتاجينها.
الكابتن هاني ابو ريده كان في الوقت ده الحالي هو اللي هيدير الكره المصريه، لان هو كان اقوى مرشحين. يعني لو كان مهندس هاني كان موجود لا كان هو اللي هيتفوق ويصبح رئيس. ده واضح كمان من خلال يعني القايمه النهارده ونجاحها، بتبين قوه المهندس هاني ابو ريده في الجمعيه العموميه، ودي بالزبط. يعني شهاده لا بالظبط، انا برضه حب من الجمعيه العموميه المهندس هاني ابو ريده. بالظبط، وانا بقول برضه حضرتك ان هو يعني الكابتن هاني ابو ريده خساره حاليا، ان هو يعني العزاء الوحيد ان هو موجود معانا في كعضو مجلس اداره معين اداره من الاتحاد الدولي، هيبقى برضه موجود معانا بدعمه وبكل حاجه معانا. برضه خساره الكابتن شوبير، كابتن شوبير قيمه برضه ان شاء الله، وكان فعلا هيضيف للكره المصريه في الاتحاد معانا. لكن البركه ان شاء الله في المجموعه الموجوده ان شاء الله. ان شاء الله. طيب نطلع فاصل ونرجع تاني نكمل مع الاستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكره المصري.